الزبدة البلدي كلنا لما بنشتريها بنسيبها في الفريزر وبنسيحها نعملها سمنة بلدي، لكن انا هقول لكم ازاي برضو تحفظوها في الفريزر زبدة وتستعملوها كزبدة زي زبدة الشركات بالظبط بطريقة سهلة جدا. بخرجها من الفريزر وبعد كده اسيبها تفك شوية وبقطعها برضو مكعبات زي الزبدة الشركات بالظبط. اقطعها كده مكعبات بتبقى سهلة بالشكل ده. الزبدة انا بشتريها في شهر طوبة في الشتاء بتبقى سمينة وجميلة، دي زبدة اللي هي الصفرة اللي هي البقري، وكمان بشتري اللي هي الزبدة اللي هي البيضة، وبخلي كل كيلو لوحده في كيس وبعملها بالطريقة دي. واذا حابة اسيحها سمنة عادي بسيحها، بس بسيب جزء منها اعمله زبدة بدل زبدة الشركات اللي بتبقى مش صحية. بقطعها بالشكل ده مكعبات، طبعا مكعبات بتبقى غير منتظمة لان هي ما بتبقاش قالب زي الزبدة التانية، مش هتفرق خالص. بعبيها كده في العلبة وبدخلها الفريزر، بطلع المكعب على قد ما انا محتاجة بدخل التاني الباقي في الفريزر زي ما انتوا شايفين كده. وبتبقى جميلة جدا في الاستعمال بقى في اي اكل، هتعملي بقى بيض، هتعملي صواني، حلويات، اي حاجة بتبقى جميلة ونضيفة. وطبعا مفيش احلى من الزبدة البلدي. يا رب يكون الفيديو افادكم، ما تنسونيش بلايك حلو.